رجل يصلي في مسجد ابن شريدة في بريدة في القصيم. ما عاد يصلي الرجال في المسجد، فقده إمام المسجد، وإمام المسجد يعرف جماعته. إمام المسجد كان اسمه عقلة الموسى. تفقد ما لقى الرجال، فراح لبيته، طق عليه الباب من الشيخ عقلة الموسى. طلع الرجال سلم عليه الشيخ: يا فلان. نعم يا شيخ الله يحييك، فاقدينك ما نشوفك في المسجد عسى ما شر. قال له: والله يا شيخ أنا رجال عجز عن عشاء عيالي، يعني أنا فقير ماني بقادر أوفر الأكل والعشاء لعيالي، وعجز عن كروة البيت، يعني ماني بقادر أوفر إيجار البيت، والرجال راعي البيت يصلي معنا في المسجد، وإن شافني يبي يطلب مني الكروة وممكن يطلعني من البيت، فتغيبت عن المسجد وأنا ما ودي. فقال: السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في أواخر السبعينات الهجرية، يعني تقريبا عام 1378 للهجرة، ما يعادل تقريبا 70 سنة من وقتنا الراهن، رجل يصلي في مسجد ابن شريدة في بريدة في القصيم. ما عاد يصلي الرجال في المسجد، فقده إمام المسجد، وإمام المسجد يعرف جماعته. إمام المسجد كان اسمه عقلة الموسى. تفقد ما لقى الرجال، فراح لبيته، طق عليه الباب من الشيخ عقلة الموسى. طلع الرجال سلم عليه الشيخ: يا فلان. نعم يا شيخ الله يحييك، فاقدينك ما نشوفك في المسجد عسى ما شر. قال له: والله يا شيخ أنا رجال عجز عن عشاء عيالي، يعني أنا فقير ماني بقادر أوفر الأكل والعشاء لعيالي، وعجز عن كروة البيت، يعني ماني بقادر أوفر إيجار البيت، والرجال راعي البيت يصلي معنا في المسجد، وإن شافني يبي يطلب مني الكروة وممكن يطلعني من البيت، فتغيبت عن المسجد وأنا ما ودي. فقال له الشيخ عقلة الموسى: يصير خير إن شاء الله، يصير خير. ثم اليوم الثاني بعد صلاة الفجر التفت الشيخ عقلة الموسى على جماعة المسجد وذكرهم بمساعدة الجار وإعانة الجار. عندنا جار ما عاد يجي لصلاة الجماعة بسبب أن عليه جار ويبي سده، وأنا ودي تعاونونه، هو فلان الفلاني اللي ساكن في البيت الفلاني. لما ارتفعت الشمس وخرج معظم من في المسجد، التفت محمد الشدوخي على أحمد العييري. أحمد العييري يا جماعة هو راعي البيت، فالتفت عليه محمد الشدوخي وكان عديله، يعني محمد الشدوخي وأحمد العييري ماخذين حريم أخوات ماخذينها، فهم عدلاء. فقال له: يا أحمد. قال: نعم. قال: الرجال ما يجي يصلي بسببك وسبب إيجار بيتك، إما تحل موضوعه ولا حلينا موضوعه. فقال له أحمد العييري: أبشر أبشر ما يصير إلا الخير. ثم طلع أحمد العييري من المسجد وهو يمشي ويكرر: يا أحمد العييري الرجال ما يجي يصلي بسببك، يا أحمد العييري الرجال ما يجي يصلي بسببك. هو يكرر على نفسه حتى وصل إلى البيت. طق الباب، ردت عليه المرأة: السلام عليكم. وعليكم السلام. وين زوجك؟ قالت: زوجي ما هو موجود، لأنها عرفت صوت الرجال. فقال لها: يا أختي أنا أدري أنه موجود، قولي له يطلع لي ولا هو بصاير له إلا كل خير. طلع الرجال سلم عليه أحمد العييري، قال له: يا فلان. قال: نعم. قال: ما تجي تصلي بالمسجد بسببي؟ أنا اللي مانعك. قال: والله يا شيخ أحمد إن ما ودي أحرجك ولا أحرج نفسي، والله إني عجز عن عشاء عيالي. قال: تعال معي. ثم أخذها من يده. وين راحوا يا جماعة الخير؟ راحوا إلى بيته،
وأخذ الرجال صك البيت، هذا البيت المؤجر، أخذ صكه يسمونه مكاتب البيت، أخذه واتجه لمن؟ اتجه لدكان الشيخ سليمان الوشمي. سليمان الوشمي عنده دكان في الجردة في بريدة، وهذا الرجل كاتب يكتب العقود والصكوك. فجاء أحمد العييري ومعه الرجال، ثم سلم أحمد العييري الصك للشيخ سليمان الوشمي وقال له: يا شيخ، انقل ملك البيت للرجال هذا، مني له لوجه الله أرجو بها رضا الله واليوم الآخر. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. يا أخي، نفوس يا جماعة الخير. الآن قد لا يكون بينك وبين الشخص فلوس وتبغضه وتكرهه وتحمل في نفسك الغل. المشكلة يا جماعة الخير أننا في هذه الحياة المادية إذا ما أعان بعضنا بعض ولا تفقد بعضنا بعض سنقع في مشاكل كثيرة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وما عند الله خير وأبقى. بالله عليكم يا جماعة الخير تفقدوا جيرانكم، بالله عليكم يا جماعة الخير تفقدوا أقربائكم. هذا العطر اللي عندي اليوم واللي تستاهلونه وتستاهلون أكثر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.